صلى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك. النهارده هنعمل ان شاء الله مع بعض هنعصج لحمه، وهنعمل حمام، وهنعمل مكرونه بشاميل وصينيه رقاق. خليكم معايا على الخطوات عشان تشوفوا احلى صينيه رقاق واحلى مكرونه بشاميل. بص، انا حطيت ماده دهنيه اللي هي معلقه سمنه وشويه زيت، وشوحت اللحمه الاول والبصل بتاعنا. هنجيب بقى البصل بتاعنا بعد ما اللحمه بتاعتنا اتشوحت. البصل بعد ما فرمناه، بسم الله الرحمن الرحيم. البصل بقى كتروه عشان خاطر يديكوا يخلي اللحمه بتاعتكم مسكره كده وطعمها حلو. والبصل ما بيبانش يا جماعه في اللحمه، مجرد ما يتدبل خلاص هتحطوه كده ني، بسم الله ما شاء الله، لغايه ما يتدبل. مش هتحسوا بطعم البصل ولا اي حاجه. وتوابلكم بقى الجميله، وهنحط توابل في الحمام. حد بقى يقول لي ايه علاقه الحمام مع المكرونه بشاميل مع الرقاق؟ هي جت كده بصراحه ربنا بالصدفه. بس بقى بعد ما اللحمه البتاع دي اتشوحت اهي، حطيت فيها التوابل بتاعتنا، حطيت فيها قرنين فلفل اخضر احمر اللي انت عاوزاه يعني، وفرمت شويه قوط اهم، قطيتين بس هم. اروح حطهم بقى على اللحمه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم عشان تتشوح بقى وتستوي. والحمام بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. اهو انا مش حاشياه، انا عاملاه كده. العيال مش عايزينه محشي، هو يعني كده من غير حشوة فريك ولا حشوة رز ولا أي حاجة. كان زيتي دلوقتي اللحمة بتاعتنا قربت تتسبك اهي، والحمام بسم الله ما شاء الله قرب يستوي. مولع لكم بقى النور عشان تشوفوا كده حلو. بسم الله ما شاء الله اهو. وادي الحلة بتاعتنا بتاعت سلق المكرونة، هنحط بقى فيها سر كده خليكم معايا بس وانتوا تشوفوا السر الجميل ده. بسم الله ما شاء الله، نحط معلقه سحريه تخلي لنا المكرونه صفرة كده زي بتاعه المحلات. بصوا شايفين معلقه الكركم في ميه سليق المكرونه. هتاخدوا مكرونه 10/10، مكرونه بشاميل اللي تبقى صفرة كده وشكلها في منتهى الجميل اهو. اول ما الميه تغلي هنحط المكرونه بتاعتنا. متنسناش بقى بالله عليكم اللي يشوف الفيديو لغايه كده يحط لي لايك. اللايك يا جماعه اللي بيرفع لي الفيديو، لو سمحتوا يعني بالله عليكم يا جماعه. بعد ما سلقنا المكرونه وصفيناها حطيناها في المصفى، شايفين لونها وجمالها. حطيت عليها معلقه زيت، انا ما بغسلش مكرونه يا جماعه. شايفين مفلفله وحلوه ازاي. ودي مسلوقه نص سوا، يعني تسلقها نص سوا عشان لسه هتكمل سواها في الفرن البوتاجاز. فحطينا في نفس الحله، موسخناش حلل، حطينا في نفس الحله 3 معالق سمنه ومعلقه زيت عشان نحط 4 معالق دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. دي 1 2 3 4 بس. تحطوا 4 معالق زيت، تحطوا 4 معالق او سمنه، تحطوا 4 معالق دقيق. 3 سمنه تحطوا 3 معالق دقيق. نقلب بقى الكلام الجميل ده عبال ما الدقيق بتاعنا يستوي. بصوا بقى، اي 3 حتت جبنه نستو بتخلي لك البشاميل اللي في حته تانية خالص. ادينا عملنا البشاميل، انا حطيت فيه نص كيلو لبن وبزوده من شوربه اي حاجه انت عاملاها، شوربه فراخ، شوربه بط، اي شوربه بتخليه طعمه لذيذ وحلو قوي والله. جربوا الطريقه دي ويوفر معاكي كمان لما تجيبي كيلو لبن يعني هتعملي بيه. انا زي ما قلت لكم مش لازم لا بشكري. اي 3 حتت اهو، 3 حتت جبنه نستو هنحطها في قلب البشاميل بتوعنا. بالنسبه يعني اللي انت كلفتي، فكلفي بقى للاخر يعني عشان تاخدي طعم بشاميل في منتهى الجمال. هنفك بقى الباقي وارجع لكم تاني. بقى ال3 حتت بشاميل، يا دي اللخبطه اللي انا فيها. 3 حتت الجبنه النستو، معانا بقى الجبنه الموتزاريلا. هنحط حته بقى كده منها في البشاميل برده تاني عشان الباقي احطه بقى فوق الوش. انا بحب بقى احط حته في قلب البشاميل كده، ونقلب الكلام الجميل ده لغايه لما الجبنه بتاعتنا كلها تسيح. ولو لو تقل معاكي حطي شوربه، عندك لبن حطي لبن، المتاح عندك اعمليه. بسم الله ما شاء الله. صينيه المكرونه بعد ما خلصت، ثواني بس عشان اهو شايفين
خلصت ازاي وشايفين البشاميل؟ بسم الله ما شاء الله، جوسي وطري ازاي. احنا بنحبه طري كده. هنجيب بقى الجبنه الموتزاريلا بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله، ونحط كده بقى فوق الوش عشان نحطها في الفرن، هتدينا لون وشكل جميل. انا حطيت بضايه في البشاميل، من نص البشاميل التاني، وبضايه من فوق الوش عشان تبقوا عارفين يعني. بس منتهى الجميل كده، يا سلام. خليلك بقى ايه، المكرونه عسل وبألف هنا وشفا على قلبنا يا ولاد. لو بعد ما خلص كل عايزه حاجه بقى ايه لوحديها ودي لوحديها. او اوريكم بقى ايه المكرونه مستويه، كل حاجه فيها ايه دايبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الجبنه النستو مخليها خطيره. شايفين بقى الرقاق ما شاء الله شكله تحفه. والحمام طبعا اللي عايز يحشي الحمام يحشيه. المكرونه ما خدتش ثواني في الفرن، والرقاق ما خدش ثواني. شايفين شكله ما شاء الله. والرقاق هينزل لوحده والمكرونه لوحديها. هنزل لكم الرقاق في فيديو لوحده عشان تعرفوا كل التفاصيل بتاعته، والمكرونه برضو في فيديو لوحدها. متنسوش بقى اللايكات يا فنزات، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.